زي الشهر ده من حوالي 140 سنة اتحرك شوية عمال في مظاهرات في شيكاغو عشان يقللوا عدد ساعات العمل من 12 ساعة ل 8 ساعات. ودي كانت بداية لحركة عمالية ضخمة استمرت لسنين لحد النهاردة، وانتشرت في دول كتير تحركات جدية ضد تقليل عدد ساعات العمل وعدد أيام العمل. على سبيل المثال في أيسلندا من 2015 ل 2019 عملوا تجارب كتير جدا عشان يقللوا عدد ساعات العمل ل 35 ساعة في الأسبوع. حكومة الشارقة قللت عدد أيام العمل في الأسبوع لأربع أيام بس. الكلام ده كان في 2022. بعديها ألمانيا عملت تجربة لمدة 6 شهور على مجموعة من الشركات علشان يقللوا عدد أيام العمل برضه لأربع أيام. وأخيرا حكومة طوكيو في 2025 شهر ابريل بداوا رسميا بتقليل عدد ايام العمل لاربع ايام بس. النهارده احنا بنحتفل بعيد العمال في شهر مايو 2025. فعلا بنقدم تحيه كبيره لكل واحد شقيان وشغال بال10 و12 وال14 ساعه في اليوم، شغال شغلانه واثنين وثلاثه عشان يكفي بيته، خاصه الناس اللي شغاله شغلانه هي مش حباها وحابه ان هي تعمل شيفت كارير لمجالات تانية تكسب فيها فلوس اكتر. وبالمناسبه دي الفريق العمل عندنا بيقدم خدمه مجانيه لاي حد محتاج يعمل شيفت كارير ومش حابب المجال بتاعه. بنقدر ان احنا نرسم له خطه كامله مجانيه، نرسم له الطريق ونوجهه لايه الحاجات اللي محتاج يذاكرها والتايم لاين اللي محتاج من خلاله يذاكر حاجات معينه، وبعدين بناخده من ايده لحد ما يوصل ليه ان هو يكون قادر فعلا انه يخرج من وظيفته القديمه ويدخل لوظيفته الجديده. على سبيل المثال الوظائف المتعلقه بالبرمجه والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بنقدر ان احنا نعمل بيها توجيه مباشر وتدريب عملي لاي حد محتاج يدخل المجال ومحتار يدخل. اعملوا لنا متابعه واستنوا فيديوهاتنا اللي جايه عشان هتنبهر. سلام.